السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكلة هنية مع بابا عبده. النهاردة جايب لكم وصفة مختلفة وجديدة هتعجب كل عشاق البذنجان، وهو وصفة البنجان الذي يجعل الجميع مجانين به. فعلا طعمها خطير، وكل اللي هيجرب أفضل وصفة بنجان بالطريقة دي هيطلبها منكم تاني، لأننا هنعمل مع بعض كعكة بذنجان شهية بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت. ودي من أحلى وصفات البذنجان اللي ممكن تعملوها للغداء أو العشاء. ولو أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة أكلة هنية مع بابا عبده، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الوصفات المصرية السهلة والسريعة. يلا بينا نبتدي مع بعض طريقة عمل الباذنجان بطريقة جديدة ومختلفة وتخلي طعم الباذنجان أحلى بكتير. وصلوا على حبيبك النبي. يلا نبتدي بالصلاة على النبي. أول خطوة في طريقة عمل كعك الباذنجان، هنجيب حوالي حبتين من باذنجان حجم متوسط ونغسلهم كويس جدا، وبعد كده نقطع الباذنجان حلقات أو مربعات حسب ما تحبوا. والميزة في الوصفة دي إنها تعتبر من أسهل وصفات باذنجان، سهلة وسريعة وممكن أي حد يعملها حتى لو مبتدئ في المطبخ. وبعد ما نقطع الباذنجان هنرش عليه شوية ملح بسيطة ونسيبه حوالي 10 دقايق. الخطوة دي بتساعد إن الباذنجان يطلع طعمه أحلى، وكمان تقلل أي مرارة ممكن تكون موجودة فيه. وبعد كده نشطفه شطفة خفيفة ونسيبه يتصفى كويس. دلوقتي هنبدأ أول سر من أسرار أفضل وصفة. كده بعد ما صفيناه هنبتدي أول أسرار عمل الباذنجان. هنجيب بصلتين صغيرين كده، مش كبار يعني، مش هنعمل حاجات ضخمة، الحاجات كلها سهلة وبسيطة. هنجيب بصلتين صغننين كده ونبتدي نقطعهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هي دي أول سر من أسرار الباذنجان. بعد ما قطعناهم كده هناخدهم على طاسة نحط في الطاسة شوية زيت بساط جدا جدا، ونشوح البصل زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنحط بقى في الطاسة شوية زيت ونحط البصل فيه ونروح نقلبهم لحد ما ياخدوا لون معانا كده، ونجيب معلقة توم ونحطها، دي بتفرق كتير معانا، ونبتدي نقلب كده. تمام. نجيب بعد كده الباذنجان ونحطه فيه ونقلب فيه ونغطي ونسيبه لحد ما يدبل معانا. ما نحاولش نقلب فيه كتير كده. بعد كده تمام. نجيب التوابل بتاعتنا، نجيب حوالي 4 قرون فلفل ونقطعهم ونحطهم، لو كان فلفل ألوان زي كده يكون أفضل. ونبتدي نقلب الفلفل مع الباذنجان لمدة دقيقتين، مش كتير يعني. وبعدين نحط التوابل بتاعتنا، اللي هي التوابل بتاعتنا اللي هي البابريكا والفلفل الأسود والملح، ونبتدي نقلبهم. وبعد كده نطفي عليهم ونسيبهم يبردوا على ما نعمل الخطوة التانية أو السر التاني اللي بيخلي الكعكة في منتهى الجمال. بنجيب معانا بولة ونكسر فيها 3 بيضات زي ما انتوا شايفين كده، ونقعدين كده كسرنا ال3 بيضات. نبتدي بقى نحط علبة زبادي عليهم،
يعني وجبة متكاملة كاملة متكاملة. وبعدين بنضربهم كده في الخلاط تمام لحد ما يتجانسوا مع بعض. وبعدين بنجيب نص كوباية زيت ونحطها. نجيب نص كوباية زيت ونحطها ونضرب مرة تانية لحد ما تتجانس المواد الدهنية مع البيض والزبادي. بعد كده بنجيب جبنة الرومي ونحطها. وبعدين نجيب الجبنة الموزاريلا ونضربهم مع بعض. نحط الجبنة الموزاريلا ونحط التوابل بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل ومعلقة الريحان والبيكنج باودر، ونحطهم ونضربهم معاهم. وبعدين نجيب كوباية دي اللي هي حوالي 200 جرام ونحطها ونبتدي نعجن فيهم، نقلبهم مع بعض كده زي ما احنا بنقلب الكيك. نضربهم بعد كده بالمضرب عشان الكل يتجانس مع بعضه كده تمام. نبتدي نقلب ونشيل المضرب بتاعنا ونجيب بعد كده الباذنجان بتاعنا بالخلطة اللي احنا عملناها ونحطها على المكونات دي. نبتدي نقلبهم زي ما انتم شايفين كده. وبعدين نجيب صينية بعد ما قلبناهم كده، بنجيب صينية ندهنها بالمادة الدهنية ونحط فيها بقسماط ناعم ونصب فيها الخلطة دي ونساويها كويس ونحط عليها فوقيها جبنة موزاريلا عشان تدينا اللون اللي احنا عايزينه. بعد ما حطينا خليط الباذنجان اللي حضرناه سوا ونفداه كويس، نضيف طبقة خفيفة من الجبنة الموزاريلا على الوش علشان لما تدخل الفرن تدينا لون جميل وطعم غني جدا. ودي خطوة مهمة في طريقة عمل كعكة الباذنجان في الفرن. ندخل الصينية في فرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 أو 25 دقيقة تقريبا لحد ما الوش ياخد لون زي كده. والريحة اللي هتطلع من الفرن هتخلي الكل في البيت يسأل الأكلة دي إيه. الآن فعلا الوصفة دي تعتبر من أجمل أكلات الباذنجان وأسهل وصفاته. لكم إن طريقة عمل الباذنجان بالطريقة دي بسيطة جدا ومش محتاجة مجهود كبير، لكن النتيجة فعلا مبهرة وطعمها هيخلي أي حد يدوها يبقى فعلا من مجانين الباذنجان. علشان كده لو عندكم باذنجان في البيت لازم تجربوا أفضل وصفة باذنجان بالطريقة دي. الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة أكلة هنية مع بابا عبده وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من الوصفات المصرية السهلة والسريعة. وكمان قولوا لي في التعليقات بتحبوا وصفات الباذنجان ايه اكتر، وهل تحبوا نشوف وصفات جديدة زي المسقعة الباذنجان او الباذنجان المقلي المقرمش او اكلات باذنجان في الفرن. نكون عملنا مع بعض الباذنجان اللي يجعل الجميع مجانين بيه، واجمل كعكة باذنجان شهية بطريقة سهلة وبسيطة في البيت، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم.